ده محمود، او خلينا نقول باشمهندس محمود. بعد ما اتخرج وقال لازم ادور على شغل عشان احقق احلامي، جواز بقى وعربيه وفلوس ونجح حياته وحاجات كتير نفسه يحققها. لكن دفعات كتير بتتخرج كل سنه والشغل يا اما مش لاقيه او مرتبات ما تكفيش مواصلات، ويوم ما تلاقي شغل يبقى مبيعات او دعم فني في كول سنتر، ده لو لقيته اساسا، او تنضم لطوابير الزحمه اللي بتتخانق على مجالين ثلاثه كل الناس بقت شغاله فيها، او تستسلم بقى وتنسى احلامك وتكون القهوه هي مكانك المفضل. لكن محمود كانت احلامه اكبر بكتير، فضل يدور على الشركات الكبيره ويشوفهم محتاجين ايه ويشوف المجالات الجديده المطلوبه. عرف عن مجال الامبيدد سيستم والجي اي اس والموبايل ابلكيشن، الاندرويد والايفون وغيرها من المجالات المطلوبه واللي مش كتير بيركز عليها. اختار المجال وقرر انه يدرس دبلومه في مركز تدريب كبير يحترف بيها المجال ده وياخد خبره عمليه تدربه سوق العمل. بعدها قدر يقدم شركه كبيره، بقى مميز وعمال يحقق احلامه اللي كان بيحلم بيها، وكمان بيفتح شركته الخاصه بيه دلوقتي. ده كان محمود. كل الفكره انه اختار يبقى مميز وما يبقاش مجرد واحد في دفعه اتخرجت وقف الطابور على وظايف زحمه، ده لو لقيت مكان في الطابور. وانت كمان بلاش تتنازل عن احلامك بعد التخرج، فكر في اللي السوق محتاجه وجهز نفسك ليه واتحرك، بس خليك مميز.